كنت بتفرج على فيديو عن فضل لا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله، والشيخ رمضان كان بيحكي فيه قصة حصلت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وبسببها نزل سيدنا جبريل بقول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. في راجل اسمه عوف بن مالك راح للرسول صلى الله عليه وسلم بيبكي وبيقول له: ابني اللي بيشتغل ويساعدنا ويجيب لقمة العيش وقع في الأسر، وأمه في البيت مقهورة ومش معايا فلوس أفك أسره. تخيل الرسول صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ قال له: فلتتق الله أنت وزوجتك وأكثروا من لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فعلا الراجل روح وفضل طول الليل يردد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عارفين إيه اللي حصل مع ابنه؟ ربنا ألقى على الأعداء اللي واخدينه النوم، وخرج من وسطهم وهم نايمين، وهو خارج شاف شوية غنم خدهم معاه. عارفين كام؟ 1000 خروف. دخل على أهله اللي ما عندهمش لا فلوس ولا أكل، وبعد ما هرب من العدو ومعاه 1000 خروف. تخيل المشكلة اللي قدامك اللي مش لاقي لها حل، ولا العقدة اللي عمال تزق فيها وعمال تفكها بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قولها لو في زحمة في الطريق قدامك ومتأخر، لو عندك امتحان بكرة وقلقان، لو مراتك أو بنتك ميعاد ولادتها بكرة وخايف عليها، قولها طول الوقت. بعدها صادفني موقف مشابه، واحدة بتحكيه وبتقول: كنت مع والدتي محجوزة في الرعاية في المستشفى بتاعة القلب، وفي واحدة من العشرينات محجوزة معاها. مش دي المشكلة انها حامل في اليوم الأخير من التاسع، والجنين مقلوب وعندها السكر والطلق ابتدى ومفيش امل من اي حاجة. عضلة القلب ضعيفة جدا، مش هتتحمل الولادة القيصري، وكمان عشان السكر وما ينفعش تولد طبيعي علشان الجنين مقلوب. والدكاترة واخدينها وداخلين اوضة العمليات ومحدش في دماغه حاجة معينة هتتعمل، وكل الناس بتعيط علشانها، واختها عمالة تعيط وبتصوت ومحدش عارف يسكتها. فبتقول: قعدت جنبها وقلت لها: تحبي اختك تقوم بالسلامة؟ فبصت لي جامد وهي بتصوت، فسألتها تاني فسكتت وقالت لي قلت لها: قولي لا حول ولا قوة إلا بالله وافضلي كرريها، وحلفت لها بالله لو عملت كده أختها هتقوم بالسلامة. وهي ما صدقت سمعتني وبقت زي الغريق المتعلق بقشاية، ما بطلتش تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. بتقول: أقسم بالله ما عدى 10 دقايق ولقينا الدكاترة طالعين بيضربوا كف على كف وبيقولوا عمرها ما حصلت. نسبة السكر اتظبطت ومعدل ضربات القلب انتظم، والطفل اتعدل وبعدها ولدت طبيعي. أختها قعدت تبوس إيدي، وكل اللي عملته إني قلت لها إن سمعت حديث للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله دواء ل99 داء أيسرهم الهم. حقيقي في معجزات بتحصل، وكروب بتنفرج، وعقد بتتفك، وأزمات بتعدي، ومصاعب ومستحيلات بتتيسر بلا حول ولا قوة إلا بالله. فداوموا على ترديدها بيقين تام إن ربنا قادر.